وبيبدأ فيلمنا سنة 2002 مع كريد وهو صغير، وبيعمل نفسه نايم علشان مامته، وبيتسحب وبيخرج مع صاحبه دايموند وبيروح حلبة ملاكمة وبيتم فيها رهان على الكسبان، وبيتفق مع كريد انه يتراهن على فوزه في الجولة الأولى بالضربة القاضية. وبتبدأ المباراة بين دايموند وشخص اسمه مايكل، وفعلا بيفوز في الجولة الأولى بالضربة القاضية، وبعدها بيمشوا وبيركبوا العربية وبيحتفلوا بالفوز وبيقسموا فلوس المراهنات. وكريد بيدي دايموند دعوة قديمة كان مشارك فيها أبوه زمان على بطولة أمريكا، ودايموند بيقول له انه في يوم من الأيام هيروح هناك ويكسب ويبقى ملاكم محترف. وبيركن العربية قدام سوبر ماركت وبينزل كريد، وبيقابل صدفة شخص اسمه ليون وبينزل ضرب فيه، وبيقول له أنا كريد لو مش فاكرني وأنا ما بقتش صغير. وبعدها بننتقل بالزمن 15 سنة لقدام، وبنشوف كريد بيلعب مباراة في جنوب أفريقيا مع بطل العالم كونلان، وكان أعلن قبلها إنها هتكون مباراته الأخيرة. وكونلان في الجولة بيكون شبه منتصر على كريد وبيسدد له ضربات قوية جدا، لكن الجولة بتخلص وبتبدأ الجولة التانية، وبيكون كريد مركز جدا وبيسدد له ضربات قوية جدا في جنبه وفي وشه، فبيقع كونلان على الأرض من قوة الضربات ومش بيقدر يقوم، والحكم بيعد عليه وبيفوز كريد بالمباراة وبيكون بطل العالم للوزن التقيل. وبعدها بنروح للوس أنجلوس في الوقت الحالي، وبيكون كريد اعتزل الملاكمة وبيكون قاعد في بيته واللي بيطل على منظر طبيعي حلو قوي. تدخل بنته أمارة وبتكون صماء وبتتكلم معاه بلغة الإشارة، وبعدها بيروح الأكاديمية بتاعته أكاديمية كريد للملاكمة وبيتابع الملاكمين هما بيتدربوا، وبعدين بيتكلم مع فيليكس أحد المتدربين وبطل العالم الحالي، وبيديله شوية نصايح ياخد باله منها في المباراة الجاية، وبيقول له إن القوة مش هي الأساس وإنه لازم يكون ذكي ويعرف نقاط ضعف اللي قدامه. وبعدها بيخرج كريد علشان يركب عربيته، فبيلاقي شخص واقف وبيطلب منه توقيعه، وبعدها بيكتشف إن صديقه دايموند اللي كان معاه في أول الفيلم، وبيقول له إنه مش جاي يعطله وهو بس بيعرفه إنه رجع، وإنه لو حب يشوفه يتصل بيه في أي وقت. وبيحاول يمشي لكن كريد بيوقفه، وبياخده كريد وبيعزمه على الغدا، وبنعرف إنه كان في السجن بقاله 18 سنة علشان كده كان مختفي. ودايموند بيقول له إنه كان متابع كل ماتشاته الفترة اللي فاتت، وإنه فخور بيه جدا وبالذات في آخر مباراة اللي كانت في جنوب أفريقيا، وإنه لسه بيلعب بالطريقة اللي علمها له زمان. فبيقول له كريد إنه فاكر لما كان بيضربه كمان وبيديله فلوس، وبيقول له لو احتاج منه أي حاجة يطلبها في أي وقت. فبيظهر على ملامح دايموند رياكشن خد فلوسك يا بيه أنا مش بشحت، وبيبقى متضايق قوي. فبيعتذر له كريد، فبيقول له إنه جاي له علشان يحقق الحلم اللي قال له عليه زمان، وإنه طول فترة السجن كان بيتدرب ومحافظ على لياقته. فكريد بيعرض عليه يجي يتدرب عنده في الأكاديمية، وبيوافق دايموند على طول وبيفرح وبيشكره. وبالليل بيركب كريد عربيته وبيرجع للذاكرة فلاش باك لما كان بيضرب ليون عند السوبر ماركت، وولاده بيدخلوا ويضربوا كريد، فبيتدخل دايموند وبيدافع عنه وبيضرب ليون بالمسدس وبيموته. وبتيجي الحكومة وبتجري وراهم، وبيقدر كريد انه يهرب لكنهم بيقبضوا على دايموند. وهنا بنفهم ان دايموند كان في السجن علشان بيدافع عن كريد. وبعدين بنشوف دايموند وهو بيتدرب في الأكاديمية، وبيكون المدرب بتاع المكان بيتكلم مع كريد ومعترض على تدريب دايموند في المكان ببلاش، وبيقول له انه ملوش اي فضل عليك. لكن كريد بيهدد الدنيا وبيقول له ان فيليكس عنده مباراة مهمة قريب ومحدش من الموجودين راضي يتدرب معاه، فدايموند هيلاعب فيليكس ويتدرب معاه. وبعدين كريد بيعرفهم على بعض، وبنرجع لإمارة بنت كريد واللي بتكون في المدرسة، وواحدة صاحبتها بتتنمر عليها وبتضايقها وبتقطع رسمتها، فإمارة بتتعصب قوي وبتضربها بالبوكس في وشها. وبيجي لها استدعاء ولي أمر، وبيقول للمدرس اشمعنى بنته هي اللي بتتعاقب مع إن البنت التانية هي اللي اتنمرت عليها وضايقتها، وهي كل اللي عملته إن هي دافعت عن نفسها. وبيقول له إن بنته موهوبة جدا وشاطرة ولكنها بتحب الملاكمة والقتال. وبعدها بيروح كريد وبيتناقش مع بيانكا مراته بخصوص إمارة وهل لازم تتعلم الملاكمة ولا لأ، وبيكون رأي كريد إنها لازم تتعلم علشان تقدر تدافع عن نفسها، ولكن بيانكا بتعترض على طريقة تفكيره وبتقول له إن مش كل مشكلة حلها الخناق، وبيفضلوا يتناقشوا ومش بيوصلوا لحل. وبعدها الباب بيخبط وبيكون دايموند وبيستقبلوه وبيقدم الورد لبيانكا، وبيكون مبهور بالبيت اللي عايشين فيه، وبيقعدوا يهزروا ويفتكروا أيام زمان، وبياخدوا كريد وبيفرجوا على الجوائز اللي كسبها في المباراة بتاعته. وبعدها دايموند بيقول له إنه ما جاش الأكاديمية علشان يكون كيس ملاكمة لحد تاني، وإنه بيتدرب بقاله 18 سنة علشان عايز يدخل مباراة ملاكمة على بطولة العالم. وبيتفاجئ كريد من كلامه وبيقول إن الموضوع مش سهل زي ما هو فاكر، وإنه عايز يساعده بس اللي بيطلبه ده شبه مستحيل. فدايموند بيقول له إنه لولا اللي حصل ده كان زمانه مكانه وإنه أفضل منه، بس كل الفكرة إنه ما جاتلوش الفرصة اللي يثبت فيها نفسه. وبيبص على صورة لورد كريد لما لعب فيها روكي، مع إنه كان ملاكم محدش يعرف عنه حاجة، وبيقول له إيه المشكلة لما عمل زيه، ولكن
كريد بيرفض الفكرة. وبعدها بنروح لدايموند وهو بيتمرن مع فيليكس، والمفروض ان التدريب يكون عبارة عن ضربات خفيفة، ولكن دايموند بيضرب فيليكس بجد وبيمسكوا في بعض، والكل بيتدخل وبيحاول يوقفوهم. وبيوصل كريد وبيتكلم مع دايموند وبيحاول يهديه، وبيقول له ان هو محتاج يخرج ويغير جو. وبيخرج دايموند وبيكون متضايق جدا، وهو مروح بيشوف صورة مباراة فيليكس مع دراجو على بطولة العالم، وبيفضل يضرب في الحيطة ويفضل يتدرب طول الليل. وبنرجع لإمارة اللي بتكون موجودة في الأكاديمية، وكريد بيسألها بتعمل ايه هنا، فبتقول له انها عايزة تتعلم الملاكمة بس مامتها بترفض. فبيتفق معاها انه هيعلمها، لكن ده هيكون سر بينهم. وبيبدأ يعلمها، وبتكون عارفة بعض الحركات من الماتشات اللي بتشوفها لكريد. وقبل ايام من مباراة فيليكس ودروجو بيكون في حفلة، ودايموند وبيانكا وكريد بيكونوا موجودين. ودايموند بيحكي لبيانكا قصة دخوله للسجن، وانه قتل ليون علشان يدافع عن كريد. وبتتفاجئ انها ما تعرفش اي حاجة بخصوص الموضوع ده. ومرة واحدة في شخص بيهجم على دروجو وبيضربه على دماغه، ولكن البوليس بيقبض عليه. ولكن المشكلة ان بيجيله ارتجاج في المخ وكسر في دراعه اليمين، وللأسف مش هيقدر يلعب المباراة. وكريد بيفقد أعصابه لأن كده المباراة ممكن تتلغي، وبيعمل اتصالاته وبيبلغهم إنه هيلاقي بديل في أسرع وقت. وبعدها كريد بيقابل فيليكس ووالدته اللي بتكون مديرة أعماله، وبيقول لهم إن في أكتر من حد يقدر يرشحه للمباراة، لكن هو عنده فكرة بس فيها مخاطرة، وهي إنه يلعب دايموند علشان دايموند يبذل كل جهده علشان يكسب. وهتكون مباراة ملحمية الكل بيتكلم عنها، خصوصا إن الناس بتحب المستضعفين، زي ما حصل مع كريد الكبير لما لعب روكي زمان، وعدد الحضور وقتها كان خرافي. وان الموضوع لحد دلوقتي الناس بتتكلم عنه. فالفكره بتعجب فيليكس وامه وبيوافقوا عليها لانهم بيثقوا في كريد. وبعدها بتبدا القنوات التلفزيونيه تغطي المباراه ويعملوا لقاءات صحفيه مع فيليكس ومع دايموند، وبيبدا يحكي لهم قصته قبل السجن وانه كان ملاكم قوي، والاعلام بيعتبرها اقوى مباراه ملاكمه هتحصل السنه دي. وبنروح ليوم المباراه على طول، وبتبدا مباراه فريده من نوعها بين فيليكس ودايموند، واللي بيكون فيليكس مسيطر في اول مباراه، لكن دايموند بيبقى عنده اراده قويه جدا وبيضربه بطاقه غضب رهيبه. وبتنتهي المباراه بالضربه القاضيه، وبيقع فيليكس على الارض، وبيجري عليه كريد وكل الموجودين علشان يطمنوا عليه، واللي بيكون مش قادر ينطق. وبيعلن الحكم ان دايموند بطل العالم للوزن الثقيل. وبتيجي الاسعاف تاخد فيليكس، والمدرب بيتعصب على كريد وبيطلب منه انه يبعد عن الاكاديميه لفتره لانه بوظ الدنيا، وانه حذروا منه كتير. وبعدها بيروح كريد البيت وبيلاقي امه بتوريله رسائل من دايموند، وانها كانت مخبيها عنه طول فتره السجن. فبيتضايق كريد وبيقول لها انه زي اخويا، وانه كده فاكر انه اتخليت عنه. فبتقول له ان ده واحد مجرم وكان مسجون، وما ينفعش ان يكون ليك علاقه بيه. وبتوري له صوره دايموند وهو في السجن مع الشخص اللي اعتدى على دروجو يوم الحفله علشان ما يقدرش يلعب المباراه مع فيليكس. وبيتصدم كريد من الصوره، وبيروح بعدها كريد علشان يواجه دايموند، وبيلاقيه بيحتفل مع اصحابه المجرمين. فكريد بيقول له انا دخلتك بيتي وساعدتك وفي الاخر بتعمل كده. فدايموند بيرد باستهزاء وبيقول له انت ساعدتني؟ انت نسيت ياض لما كنت بتشيل الشنطه وانت صغير؟ فكريد بيتعصب جدا، فبيقول له رجلك ما تعتبش الاكاديميه بتاعتي ومش عايز اعرفك تاني. فبيقول له انه ما بقاش محتاجه، وانه دلوقتي بقى بطل العالم، وانه رجع علشان ياخد حقه بعد ما قضى نص حياته في السجن. وبيشوف شخص بيعيش الحياه اللي كان المفروض هو اللي يعيشها. فكريد بيقول له انت بتهددني؟ فبيقول له انا مش بهددك وانا هوريك، وضربه في وشه وعوره. وكريد قام من غير ما يرد عليه ومشي. وبيروح كريد بيحكي لبيانكا حكايه ليون، وانهم كانوا عايشين عنده هو ودايموند، وكان على طول بيضربهم وبيعذبهم، وانه لما شافه ما قدرش يمسك نفسه ونزل في ضرب، ولكن ولاده اتدخلوا، ودايموند مسك المسدس وضرب النار على ليون، والحكومه جريت ورانا ومسكوا دايموند، وانه كده هو اتخلى عنه. وبتقول له انه كان مجرد طفل، وانه كان لازم يهرب، وانه مش مسؤول عن اللي عمله دايموند وقتله لشخص تاني، وانه دلوقتي يستحق الحياه اللي هو عايشها، والمفروض انه ما يسمحش لاي حد انه يدمرها. فبيقول لها كريد انه الحل الوحيد انه يلاعب دايموند على بطوله العالم. وبيطلع كريد في لقاء تلفزيوني وبيتكلم عن دايموند، والمذيع بيقول له انه دايما بيتكلم عنه بطريقه وحشه. وقتها دايموند بيكون بيتفرج عليه، وعلى طول بيعمل مداخله هاتفيه وبيقعد يرازف كريد. فكريد بيطلب منه انه ينافسه في مباراه على بطوله العالم، ودايموند على طول بيوافق. وبعد اعتزال دام ل3 سنين بيرجع كريد يتدرب تاني، وبيبدا يجهز نفسه للمباراه. ودايموند بيتفرج على ماتشات كريد علشان يبقى جاهز، وكل واحد فيهم بيبدا يتمرن بكل قوته. وكريد بيحاول يرجع للياقته مره تانية، وبيكون الموضوع صعب جدا عليه. فالمدرب بينصحه علشان يهدى ويركز في التدريب، وبيفكروا انه عنده بصعوبات اصعب من دي. فبيبتدي يكثف تمرينه، وبيضرب بوكس في شجره، وبيتدرب بكل قوته.
قوته. وفي نفس الوقت ليون بيتمرن ليل نهار ومش راحم نفسه، وكريد بيقدر يستعيد لياقته وبيقدر يسحب طياره ويمشي بيها، وبيبقوا هما الاتنين جاهزين جدا للمباراه. وبنروح لليوم اللي كلنا مستنيينه، يوم المباراه. وبيدخل كريد ودايموند ارض الحلبه وبتبدا المباراه، وبيكون كل واحد فيهم واخد حذره من التاني في الاول، وبعدها بتبدا الدنيا تسخن وبيبداوا يهجموا على بعض بكل قوتهم. ودايموند بيكون مسيطر على الجوله الاولى وبيفضل يستفز في كريد ويلعب على العامل النفسي. وبتبدا الجوله الثانيه وبيفضل دايموند يستفز في كريد ويقول له ما تهربش مني كعادتك، وبيسدد له ضربات قويه جدا، ولكن كريد بيسيطر على الموقف بسرعه وبيرد له الضربات. وبتنتهي الجوله الثانيه وكل واحد فيهم بيفضل باصص على الثاني بمنتهى الشر. وبتبدا الجوله الثالثه وبيتخيلوا ان المكان فاضي ومفيش حد موجود غيرهم، وان المباراه دي بقت مباراه شخصيه، وبينزلوا طحن في بعض، وبتبقى المباراه ملحميه وعنيفه، وبيسددوا لبعض ضربات مميته وبتدوخهم هما الاثنين، وبيفضلوا يعكنوا في بعض لحد ما نوصل للجوله ال11. والجمهور طبعا بيبقى مبسوط ومتحمس من اللي بيحصل. واخيرا بيبدا اخر جوله وبيبداوا يطحنوا في بعض بكل طاقتهم، ودايموند بيعمل في كريد فخ وبيسيب له وشه مكشوف. ولما كريد بيسدد له الضربه بيضربوا دايموند في بطنه ضربه قويه جدا بتخليه ينحني على ركبته من شده الالم. وبيبدا الحكم يعد على كريد، ولكن كريد بيستجمع قوته وبيقف وبيكمل القتال، وبيجري ناحيته دايموند علشان يخلص المباراه، ولكن كريد بيكون صامد لحد النهايه وبيسدد له ضربات قويه جدا، وبعدها بيسدد له الضربه القاضيه وكانت قويه جدا واللي شلت حركته ووقعت على الارض. وبكده يفوز كريد للمره الثانيه على التوالي ببطوله العالم للوزن الثقيل، وبيثبت فعلا انه يستحق المكانه اللي هو فيها. وبعدها كريد بيروح لدايموند بعد المباراه وبيعتذر له انه ما كانش بيتواصل معاه طول الوقت ده، فبيقول له دايموند ان احنا كنا عيال صغيره واللي حصل ده ما كانش ذنبك، وبيسلموا على بعض، وبيقول له كريد لو احتجتني انت عارف هتلاقيني فين، وبيسيبه وبيمشي. وبيرجع كريد للاكاديميه وبتكون بنته بتتمرن، وبيدخل كريد الحلبه ويبدا يمرنها ويهزر معاها، وبكده بيخلص فيلمنا. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد. سلام.